وفاة 3 أشخاص من الوفد القطري في شرم الشيخ وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم. حادث مؤسف وقع على طريق شرم الشيخ قبل المدينة بحوالي 50 كيلومتر، وراح ضحيته 3 من الدبلوماسيين القطريين. كانوا من ضمن الوفد المرافق لرئيس وزراء قطر واللي جاي يشارك في المفاوضات الخاصة بإنهاء الحرب. الأنباء جت أولاً من وكالة رويترز وقالت إن 3 دبلوماسيين لقوا مصرعهم و2 كمان اتصابوا بإصابات خطيرة وتم نقلهم فوراً لمستشفى في جنوب سيناء. الإعلامي عمرو أديب أكد الحادث خلال برنامج الحكاية وقال إن السبب كان تصادم قوي أدى لانقلاب السيارة الرسمية اللي كانت بتقل الوفد، وعرض صور بتوضح حجم الضرر الكبير اللي حصل. والضحايا هم حسن جابر الجابر وعبد الله غانم الخيارين وسعود بن سامر آل ثاني، وكلهم بيعملوا في الديوان الأميري ووزارة الخارجية القطرية. الوفد كان في طريقه لحضور قمة مهمة جدا في شرم الشيخ المفروض إنها تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف الحرب. مشهد صعب ومؤلم، خصوصا إنه بيجي قبل حدث دبلوماسي من المتوقع يغير المشهد الإقليمي كله. فهل كان مدبر ولا قضاء وقدر؟